هو انا عايز اسال سؤال. هو الناس عايزين مثلا بهلوان، هو تكوينه كده، فهم يقعدوا يتلككوا. اصل انت عارف اللي بيتلكك لك، اللي مراته جايبه له الشاي سخن يقول لها وجايبه لي الشاي سخن كمان. ما ازاي يا عم؟ الراجل راح توجه وكسب وانتصر انتصار رائع. وبعدين من في 7 ما بيلعبوش، يعني اي مدرب يقعد يلطم. انما فجاه قدم لنا، انا شايف بعيد بقى عن ده، هو قدم كره حلوه. يعني اللي عجبني عشان كده كرهاني ليه، وليه كله سألني انت ليه بتراهن ان المنتخب يكسب 2-0 هناك؟ كلهم استعجبوا يعني. اول ما عرفت التشكيل قلت المنتخب يكسب. ليه؟ لان المنتخب المصري، انا يعني لما تيجي تقيم مدرب بعيد عن الاهواء بقى، خد رمضان صبحي وازاي ياخده، وخد ما اعرفش مين، واصله ما خرج من الاهلي ومشي، الحاجات اللي هي الصغيره دي شغل مراهقين مش ركن نقاد. احنا بقينا كلنا ما بنتكلمش في المشروع، يعني بنسيب المشروع ونقعد نتكلم في اي حاجه تانية حوالين المشروع. لكن انا كان الناس يهمني. قالت على رمضان انه ما لعبش من شهر 6. هو ادرى. هو هو رمضان أدرى. لما نزل الماتش الاولاني له 2 بلن. يعني احنا طبعا ازاي يا عم تاخد واحد بتاع وما تاخدش كهرباء؟ مش ده كان ده التساؤل؟ وكان ده تساؤل مشروع على فكره. انت عارف موضوع كهرباء ما اتخذش ليه؟ كلنا عارفين الازمه اللي هي حصلت بين كهرباء وبين محمد فضل في يوم، اسوأ يوم لتسليم درع نادي عظيم وكبير على مستوى افريقيا، النادي الاهلي، ان يتعمل يعني شغل، يعني شغل بلدي قوي وبدائي. وبعدين في الشغل البلدي وطريقه نفسها بتاع التسليم بلدي، زائد ان اول مره تحصل ان لعيب كوره يتخانق هو وعضو اتحاد كوره. الناس كلها قعدت تتخانق، كل واحد يدافع عن حاجته بدون عقل. يعني السوشيال، لا كهربا صاحب حق، المولدين بتوع فضل، لا فضل صاحب حق. يعني الناس اللي هم ضد التوجه، ما فيش حد قال يا جماعه اللي حصل ده كله هاتوا. يعني كان لازم انا اطلب التحقيق. انما كل حاجه مع العلاقات العامه ومع يعني اداره النادي الاهلي نمره 1 والعلاقات العامه في اتحاد الكوره، ان مين اللي نظم ده؟ ما هم دول مسؤولين عن التنظيم بحسب المسؤولين. يا استاذ عصام، يعني منع قصدي الشركه المنظمه. يا استاذ عصام ما فيش كده. يعني انت راجل قديم وبتاع بروتوكول وفاهم. هو يعني في واحد يعمل فرح من غير منظم؟ يعني النهارده انا سالت العلاقات العامه في اتحاد الكوره، قالوا لي لا ما احنا قلنا لمدير النادي الاهلي، قال لا احنا اللي هننظم. قلت له لا ما فيش حاجه، ما فيش كده، لازم حد كان يقف ينظم عشان ما يحصلش الاشتباك، لان الاشتباك ده فرح بلدي حصل. الكهرباء عايز يصور الولد الصغير الولد اللي معاه فجأة